الفهم عن الله و30 قاعدة في الحياة، صح كده؟ 30 قاعدة نعيش بيهم في الدنيا. مش قواعد نظرية، ازاي تعيش في الحياة من غير ما تخبط في الدنيا، من غير ما توجعك الدنيا، وكلهم مربوطين بالإحسان. فهمهم إحسان وتنفيذهم إحسان ويوصلوا للإحسان، وفي الآخر الإحسان هو الغاية اللي عايزين نوصل لها من الفهم عن الله. القاعدة النهاردة آخر قاعدة في منزلة التقوى. احنا عاملين الخلطة زي ما اتفقنا. 30 قاعدة للفهم عن الله مرتبطة بالمنازل السبعة، مرتبطة بالإحسان. قاعدة النهاردة بتتكلم على علاقتنا العائلية جدا جدا جدا. بتقول إيه القاعدة؟ احمي مثلث العلاقات الذهبية الكبرى في حياتك بتقوى الله والإحسان. احميهم. إيه مثلث العلاقات الذهبية الكبرى؟ الحقيقة الجملة دي مش بتاعتي. الجملة دي بتاعت علم النفس الإيجابي، هم سموها كده المثلث الذهبي في الحياة. ايه أركانه بقى؟ بيقول لك أركانه 3 حاجات: أبوك وأمك، مراتك وولادك، أصحابك. طب وللي مش متجوزين؟ أبوك وأمك، أصحابك، مواصفات شريك الحياة في المستقبل. لأن كل شاب وكل بنت عنده حلم بفتى أحلام بمواصفات نفسي يبقى شكله إيه وعامل إزاي. ده جزء من المثلث، وحتى لو هو لسه مش موجود بس هو مش افتراضي، لأنه قوي جدا جوه عقلك الباطن. احنا بنتكلم على التقوى مش كده؟ بس احنا الأول بنقولها إيه هي مثلث الذهبي للعلاقات الذهبية. فهم رسموا مثلث سموه المثلث الذهبي، وحطوا فيه الأب والأم، حطوا فيه الزوجة والأولاد، حطوا فيه الأصحاب. واللي مش متجوزين كأنك حاطط نقط كده مش متوصلة، مواصفات زوج المستقبل، مواصفات زوجة المستقبل. ده المثلث الذهبي. بيقول لك إيه مارتن سليجمان مؤسس علم النفس الإيجابي؟ جودة حياتك مرتبطة بالمثلث ده. مودك، صحتك النفسية. أنت معرض للإصابة بالأمراض النفسية ولا أنت في حماية من الأمراض النفسية مرتبطة بالمثلث ده؟ كلام رهيب. باربرا فريدسون دي واحدة من علماء النفس الإيجابي، قالت كلام رهيب جدا. معنى الكلام يعني لو كل الناس زعلانة منك و2 أو 3 من المثلث علاقتك بيهم حلوة، أنت الوزن النسبي لسعادتك وصحتك النفسية في صالحك. مفهومة؟ ولو كل الناس مبسوطة منك وانت فاقد 2 أو 3 من المثلث دون، انت الوزن النسبي لسعادتك وصحتك النفسية في غير صالحك. انت معرض للأمراض النفسية ومعرض للتعاسة. يا نهار أبيض. انت شايف المثلث دون عامل ازاي وخطير ازاي؟ طب ده علم النفس الإيجابي. سيب بقى علم النفس الإيجابي وتعالى نروح لإيماننا وروحانياتنا وسر عجيب في القرآن. ربط المثلث زي ما هو بالتقوى. عايز تحمي المثلث؟ اتق الله. اتق الله فيهم. احنا اتكلمنا اتقي الله عموما، وبعدين اتقي الله في رسم خريطة حياتك. دي 3 قواعد، خلي بالكم. أنا عشان اللي عايز يراجع القواعد اللي فاتت، احنا القاعدة بتاعت النهاردة قاعدة رقم 4، فاللي عايز يراجع ال3 قواعد التانيين في الفهم عن الله يرجع لهم. احمي مثلث العلاقات الذهبية الكبرى في حياتك بتقوى الله والإحسان. سر عجيب، سر عجيب هتفاجئوا دلوقتي. ما يتكلمش القرآن على العلاقات دي في حياتك إلا لازم يربطها بالتقوى. شوف: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الناس، كل الناس، مش بيكلم المسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله. مرتين كلمة اتقوا الله، يعني قبلها وبعدها. ايه نفس واحدة؟ ان حواء اتخلقت من ضلع آدم. لا، ده في لسه نظرة أوسع من كده. نفس واحدة دي كلمة رومانسية رائعة. هي حتة منك، ده انت روح واحدة. عارف لما واحد يقول لمراته وحبيبته انت توأم روحي؟ هي نفس واحدة. هي نفس واحدة دي. يا الله رأي، ده القرآن في كلمة قمة الحب، توأم روحي. فهي نفس واحدة، هم جسدين في نفس واحدة. عايز يفضل كده؟ وبعديها نفس الآية على فكرة دي أول آية في سورة النساء. واخد بالك في سورة إيه؟ في سورة النساء.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أم حاطط المثلث الثاني الآباء والأولاد. خلاص المثلث كله في آية واحدة. والتقوى جت مرتين واتختمت بإيه؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ما تزعلش لو راحوا منك وخسرتهم لأن أنت ما اتقيتش الله. طيب الآية تانية: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين يعني إيه؟ برضو كلمة رومانسية رهيبة. ما يملاش عيني في الدنيا قد لمة العيلة ومراتي وولادي. الله. ما هي كده يعني. إيه قرة أعين؟ ما يملاش عيني. واجعلنا للمتقين إماما. الواو للعطف. كل ما تقواك تعلى كل ما يبقوا قرة أعين. لا 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 لا، طب والعكس ما فيش. القرآن كده، هو القرآن فيه سر عجيب، ربط التقوى بمثلث العلاقات. بص الآية بقى العكسية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. خلي بالكم ممكن يتقلبوا عليكم في ثانية. الآية اللي بعديها: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. خلي بالكم. ليه يا رب بتقول لي كده؟ فاتقوا الله ما استطعتم. إيه فاتقوا الله ما استطعتم؟ عشان ما يتقلبوش. أنت فاكر إن ولادك في جيبك وفاكر إن مراتك في جيبك. في ساعة مقلب القلوب. اللي بيقولها عاصم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يتقلبوا عليك تخسرهم في ثانية. اوعى تلعب مع الله، اوعى تلعب في التقوى. بتتقي الله فيهم، امان ما بقى، اطمئن، خلاص كله زي الفل. في حاجه عجيبه جدا: التقوى بتفتح لك سيستم المثلث. تفتح لك سيستم العلاقات. يلا اتفتح السيستم. تعصي ربنا يتقفل السيستم. اتقي الله في عينك، ما تبصش على الحرام ولا تستخدم النت في الحرام، يحسن تتحرم من مواصفة زوجة حلوة كان ربنا مجهزها لك في المستقبل. اتقي في الله فلوسك، اوعى تأكل ولادك حرام تخسرهم في يوم. كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. اتقي الله في أبوك وأمك، اوعى تأذيهم، اوعى تهجرهم، ده انت حياتك بيهم. اتقي الله في مراتك، اوعى تأذيها تخسر ليلة القدر. اتقي الله في جوزك، اتقي الله يحمي لك مثلث العلاقات. وحاجة عجيبة يا جماعة، علاقة عجيبة بين تقوى الله وانشراح الصدور ليك. تتقي ربنا تتشرح ليك الصدور. حاجة عجيبة، سيستم رباني. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. لما وضع الذنب شرحت الصدور. ما هي معناها كده. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذنب بيتقل. بيرني براون دي عالمة نفس إيجابي بتقول كلام رهيب جدا. بتقول إيه العلاقة بين إن الناس تبقى منشرحة ليك وبين إنك تبقى مش ماشي معوج. هي ما قالتش التقوى يعني، بس بتعبر بيها. قالت لك لأن الأصل في العلاقات الثقة. لما الناس بتشك في مصداقيتك تقفل منك. صح. ولما تثق فيك نتيجة استقامتك تفتح قلوبها ليك. في علاقة بين انشراح الصدور علميا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. انت بقى هتعمل ايه؟ أحد التابعين بيقول: إني لأرى أثر معصيتي في سلوك زوجتي وأولادي ودبتي حتى العربية تبوظ. هو بيقول كده. هتعمل ايه في مثلث العلاقات وهتحافظ عليه ازاي؟ لما نرجع للسيرة تلاقي ربط عجيب بين التقوى وبين النتائج الربانية. أم سليم دي صحابية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم متجوزة راجل بتتقي ربنا فيه جدا وبتتعامل معاه برحمة شديدة جدا، اسمه أبو طلحة. خلفه ولد وحيد. فأبو طلحة من نوعية الرجال اللي بتبقى عارفين، الرجال اللي بتبقى متعلقة بولادها قوي، يمكن أكتر من الأم نفسها. يعني بيبقى في رجالة كده يعني. فهو متعلق بالولد جدا جدا جدا. وأم سليم مشفقة عليه من الحكاية دي. الولد عيل والولد الوحيد. فالراجل بقى تعبان جدا جدا جدا. قالت له: أنت هتقعد جنبه ليه؟ روح صلي مع النبي صلاة العشاء إن شاء الله يبقى كويس. مات الولد. اتقت ربنا في جوزها، مش عايزة تبلغه لما يجي إن الولد مات، لأن المدينة بتقفل بعد العشاء، ما فيش حاجة يعني هيقعد يعيط جنبه وينهار.
الفجر كل الناس بتتحرك، فلو قالت له بعد العشاء ما فيش غير انه هو هيبكي. تخيل تقوى الله وصلت معها لفين. انا مش هقول له للفجر علشان حرام يتألم. ايه ده صعب قوي دي. في ستات شغلتها النكد. رجع ابو طلحه من صلاه العشاء مع النبي، قال كيف حال الغلام؟ قالت سكن. سكن لها دبل مينينج، سكن استريح، سكنت. هو افتكروا ايه؟ نام. فانبسط قوي 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 ان الولد سكن، فقال لها طيب قومي بقى اعملي لي العشاء عشاء وتزيني لي. فقالت له حاضر. حاجه قدره. صحي الفجر، قالت له يا ابا طلحه ان لنا جيران كانت لهم عندنا ودائع ويريدون الان ان يستردوا الوديعه، هل ارد لهم الوديعه؟ قال امرنا الله برد الودائع. قالت فان الله قد استرد وديعته، ربنا خد الوديعه بتاعته، فاحتسب الله في ابنك. فبكى وجري على المسجد النبوي في صلاه الفجر، قال للنبي تركتني بالليل وتخبرني بالنهار. فقال النبي لهذا سمعت صوت أم سليم في الجنة بالأمس، أنا سمعت صوتها في الجنة امبارح. الله. خلفوا بعد كده ولد تاني. الولد ده خلف 10 ولاد كلهم من حفظة القرآن، ما شاء الله ما شاء الله، كلهم من التابعين. تقوى، تتقي ربنا والله يعوضك، والله هيعوضك وهيكبر بخاطرك، وهيكبر بخاطرك. شوف الآلام اللي انت شفتها في الدنيا، والله هيكبر بخاطرك وهيعوضك وهيسعدك ويطمنك. بس اتقي الله، تتقي الله ويسيبك. صحيح. ده انت تمشي في الدنيا وانت مطمن على مثلث العلاقات. اطمن. لو عندك حد بتحبه ونفسك ما تخسروش، اتقي الله فيه. لو عندك حد بعدت عنه ونفسك ترجع العلاقة حلوة، اتقي الله فيه. أعرف ابن أبوه دخل معاه في صدام عنيف، لأن أبوه هو ده ابنه الوحيد. أبوه اتجوز بعد ما طلق أمه، اتجوز واحدة تانية، فالست التانية خلته في مشكلة مع الولد. أبوه طرده من الشركة، فالولد جالي قلت له تتقي ربنا وتحسن مع أبوك وتستمر على كده. كل ما يقابلني والله بعمل اللي انت قلته ومفيش حاجة بتحصل. بعد 6 أشهر كل حاجة زي الفل. طب لو ربنا قفل عليك السيستم لأنك ما اتقيتش ربنا في خطوة، هيحصل لك إيه؟ تفقد ال3. فين الكلام ده في القرآن؟ إيه ده؟ في قصة في القرآن كده؟ قصة في القرآن كده. كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك النبي طالع غزوة تبوك، ساب النبي وما طلعش معاه. مش طالع معاك. ليه يا سيدنا كعب؟ ده راجل شاهد بدر، ده راجل ده من الصحابة الكبار. ليه كده؟ غلط. حب يقعد في المزرعة بتاعته مع مراته وولاده، ساب النبي في غزوة تبوك. الغزوة مدتها قد ايه؟ 50 يوم. رجع النبي من الغزوة، كل المنافقين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، معلش يا رسول الله كان عندنا ظروف، ويعتذروا. جه كعب بن مالك قال ما خلفك؟ قال لم يكن عندي عذر يا رسول الله. صدق، ما كذبش. فقال النبي أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك، لما نشوف ربنا هيقول فيك ايه. فربنا اللي أمر مش النبي. ما حدش يكلمه لمدة 50 يوم، اتقفل السيستم. هو أهم ناس 3 في حياته مين؟ كعب بن مالك. النبي بمنزلة الأب، وابن عمته صديق عمره أبو قتادة، ومراته. مش هم دول المثلث؟ دي قصة في القرآن. إيه اللي حصل؟ ما حدش بيكلمه 50 يوم. طب اشمعنى 50 يوم؟ لأن المدة الغزوة 50 يوم والجزاء من صنف العنم. فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخل المسجد أسلم عليه، أقول يا ترى تمتم ورد السلام عليا؟ أدخل في صلاتي النبي يبص عليا، أخلص صلاتي أبص للنبي ما يبصليش حاجة. تقفل السيستم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم. رحت لأبو قتادة ابن عمتي، قمت طالع على السور اللي بين الجنينة بتاعتي والجنينة بتاعته، حتى هم أصحابه وقرايبه ساكنين جنب بعض. فطلعت على السور قلت له يا أبا قتادة هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما ردش علي. قلت يا أبا قتادة هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ طمني، رد علي، كلمني. لم يرد علي. فقلت أستحلفك بالله يا أبا قتادة هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم، ما أعرفش. فجرت دموعي، فعدت إلى بيتي، فقالت لي امرأتي يعني دعني أعود لبيت أهلي حتى يحكم الله بما يريد، أنا مش قادر أقعد، ما بكلمكش، مش عارف أقعد في البيت. اتقفل السيستم.
حالتهم عاملة ازاي لو اتقفل عليك المثلث؟ الآية حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كله اتقفل. اوعى يا ولادي احسن يتقفل علينا السيستم. فاضل حتة أخيرة. طب عايزين إيه مع التقوى؟ عايزين مع التقوى حتة بقى تخلي التقوى تشتغل معاك أحسن شغل في المثلث، الإحسان. ليه؟ ما هو أنت شايف الموبايل ده؟ الموبايل دون معاك كويس، يا سلام، معاك وسيلة تواصل عظيمة، عامل له اكتيفيشن، مفعله؟ لا مش مفعله، يبقى لازمته إيه؟ التقوى تفتح لك السيستم. الاكتيفيشن تفعيل السيستم، انك تحسن مع الثلاثه دول، مع المثلث دول، فانت محتاج الاثنين. عشان كده دايما يتجمع في العلاقات العائليه التقوى والاحسان. وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، اسوا حاجتين في العلاقات الزوجيه. نشوز يعني اذيه او خيانه، اعراضا يعني هاجرها مش قادر يبص في وشها، في اسوا من كده؟ فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وان تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الاثنين. الآية اللي بعديها على الرجالة والستات، فلا تذروها كالمعلقة، ما تسيبش مراتك لا أنت متجوزها ولا أنت مطلقها، فلا تذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا يعني تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. خلطة عجيبة. تعالوا نختم بقى إزاي؟ هنعمل حاجة جميلة جدا، حاجة عملية قوي 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 قوي. هنقول علاقة في المثلث، تقواها ايه واحسانها ايه. حلو؟ يلا. الابوين تقواهم البر، اوعى تزعلهم، اوعى تاذيهم، اوعى تهجرهم، اوعى تقل لهما اف. يا حسن تموت ما يصحاش عليك الصبح وانت امك غضبانه، او امك تموت لا قدر الله وتعيش بقيه عمرك متالم. اوعى، تقوى الله، اوعى تزعلوا، اوعى تهجرهم. قافل على نفسك بابك بالاسبوع، ما تتكلمش معاهم وتقول لي ما انا ما اعملش حاجه غلط. انت ده مش البر. تقوى الله انك تعمل كده، ما تهجرهمش. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. عارفين ايه جناح الذل؟ الطائر لما يجي يستسلم للطائر اللي قدامه يفرد جناحاته فدماغه تنزل لتحت. ربنا بيقول لك اعملهم كده. ايوه كده. والذل ده مش حاجه عيب، من الرحمه. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا إما يبلغن عندك الكبر، عشان ساعة الكبر ساعات الآباء بيبقوا صعبين حتى في الكبر. طيب ده التقوى. طب والإحسان ليهم إيه؟ الإحسان ليهم تصاحبهم. وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا مش كده وبس، عمر ما يجي في القرآن أو السنة علاقتك بأبوك وأمك إلا معاه كلمة صاحبهما. يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أصاحب مين؟ قال أمك. يا رسول الله أنا بسألك مش على أنا بسألك على الصحاب. قال أمك. يا رسول الله بسألك على الصحاب. قال أمك. ثم من يا رسول الله؟ قال أبوك. فسكت الراجل، عرف إن أكتر ناس صاحبهم أبوك وأمك. طيب كده الأبوين خلصناهم، تقوى وإحسان عرفناها. أيوة. طيب الصحاب تقوى وإحسان حاجة واحدة، حسن اختيار الصحاب. حسن اختيار الصحاب. اوعى صحبة سيئة. الصحاب بيحددوا 3 حاجات في حياتك: مستقبلك، علاقتك بربنا، علاقتك بأهلك. قول لي من صاحبك. قول لي مين صحابك، اقول لك انت قريب من ربنا ولا لا. قول لي مين صحابك، اقول لك هتنجح في حياتك ولا لا. قول لي مين صحابك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صاحبت فلان. اكتر ندم يوم القيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث حلو يفرح الناس اللي زيكم، الناس اللي تعرفت على بعض وعايزه تعمل حاجه مع ربنا: من اراد الله به خيرا رزقه اخا صالحا، ان نسي ذكره وان ذكر اعانه. التقوى والإحسان حاجة واحدة، الأزواج والزوجات. التقوى اوعى تأذيها، اوعى تأذي مراتك. انت فاكر انت خدتها من ابوها؟ ابدا، انت خدتها من ربنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، مش من ابوها. هو انت لما حطيت ايدك في ايد حماك وقلت انت جوزت ولا لسه ما جوزتش؟ سنجوزه ان شاء الله. وقلت له قال لك زوجتك ابنتي على ايه؟ على ايه؟ على كتاب ايه؟ على كتاب الله وسنة رسول الله. انت عارف انت بتمضي على ايه؟ انت عارف حطة الايد دي معناها ايه؟ انت بتنوي تقوى الله. ده مع مراتك. طب وتقوى الله بالنسبة للستات مع الرجالة ايه؟ بلاش نكت. طب والإحسان هما الاثنين حاجة واحدة، رجالة وستات. شيرنج.
المشاركة. شاركوا الأكل. عشان كده السيدة خديجة كانت بتودي الأكل بنفسها للنبي في غار حراء، ما تبعتش عبيد من عبيدها، مع إن المسافة 40 دقيقة طالع في الجبل، عشان الشيرنج، عشان تشاركوا. خلصنا كده. طب والأولاد والبنات اللي لسه ما اتجوزوش، اتقوا الله. اتقوا الله في علاقاتكم، اتقوا الله في تعاملكم مع الجنس الآخر. اوعى تستغل عواطف بنت وتخدعها وانت مش ناوي تتجوزها، وشوف ربنا هيعمل فيك ايه. مش انت ما اتقيتش الله فيها وسبتها في الاخر وانت ما كنتش ناوي تتجوزها عشان تلعب، عشان الايجو بتاعك انك تحس ان انت اتعرفت على بنت. شوف ربنا هيعمل فيك ايه. والبنات كذلك. طيب والإحسان ايه للي لسه ما اتجوزوش؟ جهز نفسك واملى نفسك من جوه عشان لما تتجوز تبقى حاجة فخمة كده تليق. حلوة الفكرة؟ يبقى شفنا كل واحدة تقوى وإحسان، تقوى وإحسان، تقوى وإحسان، تقوى وإحسان. دي قاعدة اليوم. إيه بقى بتقولي؟ أنا نسيت. أيوة، احمي مثلث العلاقات الذهبية الكبرى في حياتك بتقوى الله والإحسان.